أبيات من القصيدة العمرية لشاعر النيل حافظ إبراهيم. حسب القوافي. وحسبي حين ألقيها أني إلى ساحة الفاروق أهديها. رأيت في الدين آراء موفقة، فأنزل الله قرآنا يزكيها. قد كنت أعدى أعاديها، فصرت لها بنعمة الله حصنا من أعاديها. ويوم أسلمت عز الحق، وارتفعت عن كاهل الدين أثقال يعانيها. ورأى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها. وعده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها. فوق الثرى تحت ظل الدوح، مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها. وقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. وما استبد برأي في حكومته، إن الحكومة تغري مستبديها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. يا من صدفت عن الدنيا وزينتها، فلم يغرك من دنياك مغريها. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع، أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ لا تمتطي شهوات النفس جامحة، فكسرة الخبز عن حلواك تجزيها. وهل يفي بيت مال المسلمين بما توحي إليك إذا طاوعت موحيها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. في الجاهلية والإسلام هيبته تثني الخطوبة، فلا تعدو عواديها. في طي شدته أسرار مرحمة للعالمين، ولكن ليس يفشيها. هذه مناقبه في عهد دولته، للشاهدين وللأعقاب أحكيها. في كل واحدة منهن نابلة من الطبائع، تغذو نفس واعيها. لعل في أمة الإسلام نابتة، تجلو لحاضرها مرآة ماضيها، حتى ترى بعض ما شادت أوائلها من الصروح وما عاناه بانيها. وحسبها أن ترى ما كان من عمر حتى ينبه منها
عين غا فيها.